اهلا بيكم في محطة جديدة من محطات رحلة ديجيتال دوكيمنت كنترول. لو ما تعرفنيش فانا اسلام يسري، سيستم ديفلوبر في شركة سيكتورز كونستراكشن، والفيديو ده هنتكلم فيه عن الجانب التطبيقي للجنرال سيت اب داتا في اوتو دوكيومنتيف سوفت وير، والتركيز هنا هيكون على السيت اب اوف بيرميشنز اند يوزرز. ويلا بينا. كليك على جنرال سيت اب، بيرميشنز جروبس، اد بيرميشن جروب. هندخل اسم الجروب والديسكريبشن بتاعه، والهدف من البرميشن جروب هو ان احنا بدل ما نعمل لكل مستخدم صلاحيات خاصة بيه بنعمل برميشن جروب وبنديها الصلاحيات وبنقصين عليه المستخدمين. فده مثلا الجروب بتاع الدي سي تيم، وبعد كده بنروح نابلاي بيرميشن بتاعته عليه، فندوس على ابلاي بيرميشن، نختار المشروع ونحدد التابة بتاعت الدوكيمنت، مثلا سبميتال بيرميشن هتبقى اد الاو، ابديت الاو، ابلود سنت وريبلاي الاو، والفيو الاو، وهندوس على اد بيرميشن جروب. كده الجروب اتكريت بصلاحياته. نروح بقى نكريت المستخدمين، فجنرال سيت اب، سيستم يوزرز، اد يوزر، بندخل اليوزر نيم والباسورد اللي يقدر المستخدم بعد كده يغيره براحته لما يخش في الاكونت بتاعه، او الاوبريتور بقى زي ما قلنا. وبعد كده بندخل الاسم والايميل والجوب تايتل، ودي اللي احنا كريتناها قبل كده، والبرميشن جروب. بندوس اد يوزر، كده المستخدم تمت اضافته. دمتم طيبين واشوفكم في المحطة الجاية. سلام.